دكتور، انا عملت حقن دهون في منطقه الخفسات والدهون نزلت. منطقه الخفسات دي من اكتر المناطق اللي المرضى بعد العمليه بيجوا يشتكوا منها. انا عايز اقول للمريض حاجتين. اول حاجه، الدكتور بعد العمليه على طول بيكون عامل لك تقريبا النتيجه اللي انت عايزاها، وانت اكيد بتبقي واخده بالك من الموضوع ده. حقن الدهون كويس جدا بعد النتيجه على طول. المشكله في ان بعد شهر من العمليه بتلاقي ان المنطقه اللي هي منطقه الخفسه قلت. الموضوع ده بيتاثر بحاجتين. اول حاجه، الجلد اللي موجود في منطقه الخفسه وارتباطه بالانسجه اللي تحتيه، الانسجه العضليه اللي تحتيه ساعات بيبقى شديد قوي في بعض الحالات. يعني الموضوع بيبقى خارج عن اراده الدكتور. انا بعمل الحقن وبحاول اكسر الالياف دي على قد ما اقدر، بس استجابه الجسم دي بتاعه المريض مش بتاعه الدكتور، بتاعه ربنا طبعا في الاول وفي الاخر. ده اول نقطه. تاني نقطه، حته ان جسمك ياخد قد ايه من كميه الدهون دي ويقبله، دي برضه مش بايد الدكتور. بعد العمليه هتلاقي نتيجه كويسه جدا. التزامك ببعض التعليمات اللي هنقولها لك او بالتعليمات اللي هنقولها لك بعد العمليه هو اللي بيحدد على قد ما نقدر. دي العوامل البشريه، انا بتكلم على العوامل البشريه، قد ايه من الدهون هيكمل. بس النتيجه النهائيه بتاعت ربنا، طبيعه جسمك، استقباله للدهون اللي احنا تعتبر زي ترقيع دهني، قد ايه منها هيكمل، قد ايه منها الجسم هيمتصه، دي بتاعت ربنا. ودايما بننبه على المريض، في بعض الحالات بتحتاج جلستين حقن دهون علشان نوصل للشيب اللي احنا عايزينه. لازم المريض يبقى فاهم النقطه دي.